حياكم الله وبياكم. اختفى وهو عنده 40 سنة ووجدوه بعد 20 سنة من اختفائه. في 7 نوفمبر سنة 1997 اختفى ويليام مولدت، واللي كان ساكن في منطقة لانتانا التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية. وبعد أكثر من عقدين، يعني أكثر من 20 سنة، كشفت خرائط جوجل عن سيارة غارقة وبداخل السيارة بقايا جثة لشخص ميت. وكان ويليام اختفى وهو في طريق العودة لبيته بعد سهرة قضاها في أحد الأندية. وكان ويليام اتصل بصديقته الساعة 9:30 بالليل وقال له أنه هيرجع بيته قريب، لكن من ساعتها وهو اختفى لا حس ولا خبر. وبعد الإبلاغ عن اختفائه بدأت الشرطة تحقق في الموضوع، لكن مع الوقت بدأ الاهتمام بالقضية يقل، وفي الآخر ما لقيوش أي أثر لويليام. يوم 28 أغسطس سنة 2018 وجد أحد مساحي العقارات صورة على جوجل إيرث لسيارة مطمورة داخل بركة في قطعة أرض بيتم تجهيزها للبناء في منطقة اسمها ويلينغتون في ولاية فلوريدا. وفضل يكبر في الصورة ويزوم عليها لغاية ما تأكد إنها سيارة غرقانة وبلغ الشرطة. بعد إبلاغ الشرطة عن اكتشاف سيارة مطمورة في المنطقة دي، تبين وجود بقايا لجثة غارقة داخل السيارة، ونتيجة الفحص الطبي الشرعي تبين إن صاحب الجثة هو ويليام إيرل مولدت المختفي سنة 1997. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. صلوا على رسول الله. سلام عليكم.